السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أقل من ربع ساعة كده هناخد جولة سريعة في بعض الأجهزة الكهربائية من الميكروويف والفرن وبعض التلاجات وأنواعها. ودي آخر الأسعار اللي أنا قابلتها كانت في سبينس وكانت في كارفور، فرعين من كارفور، وحبيت إن أنا أنقلها لكم. بالنسبة للناس طبعا اللي بتتجوز والعرايس اللي بتجهز، ربنا يكون معاكم وفي عونكم. بس لازم اللي عايزة تجيب جهاز ما تتأخرش، لازم تنزل تجيبه لأن كل يوم فيه سعر مختلف. أول حاجة هبتدي معاكم بيها الميكروويف، وده كان ميكروويف تورنيدو. ده كان سعره 3109. ده اللي هو 900 واط، في منه الأسود وفي منه الفضي. ده اللي هو تسخين وفك بس تلج، وأنا عاملة بيه فيديو قبل كده على القناة. 900 واط وهو يد كده. اليد بتاعته يد في الباب نفسها، وليه بكرتين لف. مفيهوش اي حاجه خالص، ولا شوايه ولا الكلام ده. هو فك وتجميد، فك وتسخين. وطبعا اللي عايز يشوف الفيديو بتاعه كامل هسيبه لكم في صندوق الوصف او في الاي اللي هتظهر فوق دي. بعد كده في ميكروويف برضو كان شارب، ده بشوايه، وشرب حاجته برضو كويسة. أنا عندي شرب بس اللي هو بدون شواية. ده كان موجود في سبينز، كان ب5479. ده خلال شهر واحد. وده كان زانوسي برضو ببقرة كده، بس هو ديجيتال. وبزرايره يد، نفس فكرة اليد اللي كانت موجودة في تورنيدو في الباب. وده كان نازل ب3390 جنيه. انا ما جربتش زانوسي قبل كده في الميكروويف او الافران، ولكن اللي عنده تجربة يقول لنا بيها. بعد كده في فرن بقى بتاع تورنيدو، وكان نازل ب1769 جنيه. ده كان 46 لتر. وده كان موجود في سبينس. الأسعار اللي أنا بقولها دي أجهزة موجودة في سبينس. بعد كده بقى كارفور فرع مدينتي، ده كان ميكروف ال جي بالشواية اسود، طبعا شكله فخم جدا، واصل بقى لكام 6999. ال جي في حتة تانية خالص في الأسعار. ده موديل تاني من ال جي، وواصل هنا سعره 8999. فطبعا كتير جدا. في واحد تاني الأكتر منه 10690. كل ده ال جي. طبعا ده ليه شواية زي ما انتم شايفين كده. كل منتجات ال جي طبعا حاجاتها عالية. وهو طبعا أعلى منتج في الميكروويف هو ال جي، يليه سامسونج أعتقد. بعد كده سامسونج برضو نازلة، كان ده جهاز منهم ب6390، والزرار بتاعه والفتح من الباب كده مش يد وليه زي الفرن. شايفينها من فوق كده لو ظهر لكم، حاولت ان انا ابينها لكم. وبعد كده برضو ده شرب اللي كان موجود في سبينز اللي احنا شفناه هناك ب 5000 ده كان موجود في كارفور فرع مدينتي ب 4800. وده بشوايه. انا عندي اللي انا جايباه من سنه في شهر واحد، جايباه بس بدون شوايه. هعمل لكم فيه فيديو منفصل كده على القناه ان شاء الله بعد تجربتي معاه بسنه. في شرب هنا بصوا ب 4869 جنيه. كان في سبينس كان ب 5000 فطبعا في فرق في الاسعار، ولكن انتوا عارفين كارفور بتبقى عامله اسفه. هو في كارفور اللي كان في مدينتي، انتوا عارفين ان هي بتبقى عامله عروض وعيد ميلاد كارفور لحد 14 2 الاسعار بتاعته ده اللي هو التاني اللي بدون شوايه. طبعا جاك نازل ب 3765. وانا ما جربت الجاك بصراحه، ولكن هو شوايه ويد وشكله برضو حلو. ده سامسونج كنت بدور عليه السنه اللي فاتت وكان نفسي اجيبه ما لقيتهوش، وجبت تورنيدو ده ب 3749. ده الصغير، ما فيهوش شوايه ولا فرن، ولكن هو نفس التصميم بتاع التورنيدو، بس طبعا سامسونج اكيد اعلى. فلو كنت لقيته السنه اللي فاتت كنت جبته. وسعره هو نفس الفكرة دلوقتي قربت لبعضها ب 3774، والتاني كان ب 3109 تقريبا. فريش بقى شكله ظريف جدا، والزراير بتاعته حلوة قوي. والخامة بتاعتها حلو، بس انا ما جربتش برضو فريش في منه نوعين، لونين، الفضي في الذهبي وده، وكان سعره 2910.
بعد كده شفت بقى في سبينز برضو كان الفريزر، الديب فريزر اللي هو كنا 5 درج، ده واصل 12600. وانا عامله لكم بيه فيديو منفصل على القناه برضو، تجربتي بيه كريازي ممتازه ممتازه، والله العظيم ممتازه في الديب فريزر، والحجم والوسع بتاعه رائع. انا ما شاء الله عندي بقاله اكتر من 6 7 سنين، وفعلا ممتاز. دي تلاجة الكريازي، وبرضو حجمها انا ملاحظه ان كريازي كل حجم حاجتها واسعه قوي، يعني الحجم بتاعها واسع، ده اللي بيشدني ليها ان هي واسعه. بس انا بصراحه ما جربتش التلاجة، وناس كتيره كانت بتقول لا اصل التلاجة ما بتعملش او بتنقط ميه او كده، ولكن طبعا في تعديلات كتيره جدا في الفريزر. الخامه بتاعت البيبان اللي هي الرفوف او كده خامتها حلوه قوي، وسعرها مقارنة بقى بالأسعار اللي انت هتتفاجئوا بيها، فأنا شايفة ان كريازي برضو سعرها لسه في المعقول بالحجم بتاعها. يعني الحجم بتاعها دي كانت 450 لتر و16 قدم، لكن دي كانت 690 لتر ب27980، وبشاشة وليها قصة كده من فوق، شكلها جميل برضو. وهي كريازي طبعا حجمها ده كانت في كارفور فرع كايرو فيستيفال سيتي، والباب بس شكله رائع، يعني حجمها بصراحة بيشدني، ولكن ما جربتهاش في التلاجة. هنا دي بيكو بقى ب20 ألف، زي ما انتم شايفين كده 20 ألف و600. بيكو بتهتم بالشكل برضو الجمالي، وهي بتبقى بالطول كده، بحس ان هي بتبقى كنزة قوي من جوه، ولكن ما بتاخدش حيز من بره كبير. يعني دايما بيكو هتلاقيها رفيعة في الحجم من بره، وب20 ألف 639. ودي كانت في كارفور فرع كايرو فيستيفال سيتي، وبعض الأجهزة مش موجودة. اما فريش فلقيت برضو منها الشكل ده، وهو ليها شكلين، شكل بشاشة وشكل بدون شاشة. وده الشكل اللي قدامنا، هتلاقي البيبان بتاعته كده مختلفة، الرفوف فيها ستانلس عجبتني جدا، شكلها ظريف. الستانلس اللي فيها يعني اللي عليها مطعمة كده بشكلها حلو. في منها اللون التاني اللي كانت جنبها، هي كان في منها فريش اسفه، في منها بشاشه من غير، كانت ب 13350، والتانيه ب 14945. انا ما جربتش فريش، انا بعرض لكم بس الاسعار اللي موجوده حاليا. وده كان في كارفور كايرو فيستيفال سيتي. وبعض الاجهزه سواء مصري او مستورد مش موجود، واللي موجود بيتباع من الحاجات اللي محطوطه في العرض. يعني هتلاقي حاجات كتيره جدا، تساليه تقولي لي طب دي موجوده، هيقول لك لا مش موجوده، لان انتوا عارفين ان الاستيراد واقف، وحتى لو حاجات مصريه بيستخدموا هم حاجات من بره ليها، فبرضو المصنع متوقف عن الانتاج اعتقد. وقالوا لي ان هو المفروض في شهر 2 يخش لهم منتجات تانية، ولكن لحد عيد ميلاد كارفور 14/2 هو الحاجات اللي موجوده عنده فقط، الا لو نزل لهم حاجه تاني في خلال الفتره اللي فاتت، الاسبوع اللي فات ولا حاجه، لكن بعض الاجهزه حرفيا مش موجوده. وبعد كده بيكو بقى، انا شايفه بيكو ليها اللي هي البابين، ودي ب 38289، 450 لتر. سبحان الله، انا مش عارفه، مش بحب التلاجة اللي ببابين، مش عارفه ليه. يعني بحس دايما ان التلاجة اللي ببابين ديت او مقسومه بتاخد من مكان، يعني ضيقه، انا مهما كانت انا بحسها ضيقه. بحب التلاجة تتفتح كده لاخرها واحس ان هي واسعه. دي مقسومه طبعا فريزر، بصوا حتى الادراج بتاعت الفريزر صغيره قوي، يعني حاساها، مش عارفه، يمكن في ناس بتحب تفضل ان هم يكونوا الاتنين في مكان واحد، سواء فريزر وتلاجة، لكن مش عارفه. انا بالنسبه لي مش بحب ديت الا لو كانت المساحه تبقى واسعه. دي بيكو تانية بقى، بس هي تلاجة عاديه ب25000، وكسوره اهيت، 25125 جنيه تقريبا، 150 159 جنيه. ودي ليها اللي هي للتلج او للميه. وهفتحها كده، حجمها معقول مش وحش، لانها هي تلاجة لوحدها. ومن جوه الرفوف بتاعتها برضو ظريفة، حاساها كتير، حاسة الرفوف بتاعتها كتيرة قوي، والإدراج بتاعتها معقولة. فدي سعرها لوحده 25159، وما كانتش موجودة للمعلومة برضو. طبعا ده اللي هو اللتر، هي 495 لتر، 45 لتر. دي بقى 55999، وطبعا كده من رقمها الحلو ده هنلاقيها سامسونج. ودي برضو بابين، بس بصوا الفكرة انا بقول عليها،
يعني أنا أفتح نُص الباب رايح في مش عارفة، يعني التلاجة أنا هاخُش بقى وأحُط حاجتي مش عارفة، أنا باحس إن هي بتاخد مساحة جامدة جدًا من الحاجة، بس أعتقد سامسونج فيها ميزة حلوة جدًا في التلاجات بتاعتها اللي بتبقى ببابين، في منها إن أنتِ تعمليها كلّها تلاجة أو تعمليها كلّها deep freezer أو تعمليها جنب كلّه تلاجة وتعملي جنب كلّه deep freezer، لكن أنا مش عارفة الموديل ده هو بيتعمل فيه كده والّا لأ. دي برضه كانت شارب وكانت 538 لتر ولونها أسود، لونها شيك كده. برضه ما كانتش موجودة، كانت هي الحاجات الموجودة في العرض، ولمّا سألت هل بتبيعوا الحاجات اللي موجودة في العرض قالوا لي آه، وهي بنفس الأسعار اللي عليها، يعني مش بننزّل الأسعار لإن هو already كارفور عامل عروض لحد 14/2. دي بقى ب16,495 جنيه بدل ال16 450 لتر، ودي كانت كريازي برضو الحجم بتاعها انتوا شفتوه في الاول، وهنا بص برضو هفتحها كده قدامكم. الحجم بتاعها ظريف، يعني انا بحس ان كريازي في كل موديلاتها، مع انها طبعا اقل حجم تلاجة او شكل تلاجة. شايفين دي 13 ب 13,000 ودي ب 12,999. ده كانوا النوعين من كريازي اللي هي كانت بشاشة بدون شاشة. التلاجة انا فتحتها في الاول، ودي التلاجة التانية. حجمها برضو معقول وسعرها بحس ان هو مناسب، يعني السعر لسه هين. دي كانت شارب برضو 19,400. اللون بتاعها اسفة، دي ما كانتش شارب، دي كانت فريش ومجربتهاش انا برضو في التلاجات خالص. وليها شاشة من بره كده ديجيتال، والحجم بتاعها من جوه مش وحش. هم كلهم نفس قريبة للأحجام، لكن عجبني قوي فكرة الأزايز اللي هم عاملين لها زي ما انتم شايفين كده في الباب، والأزايز اللي هي المكان الاستانلس اللي هو بتحطي فيه مكان أزايز المية. فظريفة الشبكة اللي عاملينها ديت. وده كان برضو عرض من كريازي، كانت 27,980. حسب يعني حسب اللتر وحسب القدم بتاعها قد ايه. فكانت هي ديت اللي هي 690 لتر. في حاجات لما سألت عليها قلت لهم طب هتيجي او كده، قالوا لي لسه مش عارفين. وفي حاجات هل هتتغير سعرها، قالوا لي اه في حاجات ما اتغيرتش لسه السعر بتاعها، وفي حاجات اتغيرت بالفعل سعرها. حتى كان الكلام ده في اول واحد شهر واحد، اول اسبوع من واحد. وقالوا لي لسه محتمل كمان ان في حاجات بتتغير في الاسعار، يعني بيجي لهم تحديث بالاسعار زي ما انتم عارفين كل حاجه في الاسعار. لكن بصوا حجم الرفوف، حجم الباب وحجم الحاجه بتاعتها واسع، يعني انا بحسها واسعه، اقدر استغنى عن الرف فيهم والحاجه تبقى اطول. ولكن سبحان الله، يعني انا مش عارفه الشكوى، او لو حد عنده من الكريازي يقول لي عامله معاه ايه بجد، لان كانت من الحاجات اللي عجباني، وخصوصا اسعارها معقوله. وده كان 13,000 و و60. بصوا بسعر عارفين 13,000 و14 وكده. احنا كده ما زلنا بنتكلم في اسعار حلوه، يعني اسعار معقوله، لاني انا هفاجئكم بحاجه تانية رهيبه. ده كان تورنيدو برضه 3,419 اللي كنت جايباه ب 1,600 السنه اللي فاتت. اشوفكم على خير في فيديو تاني ان شاء الله. وانتظروا الفيديو للثلاجات اللي جي والغسالات، لانها راحه في حته تانية تماما.